السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. قصة النهاردة عن واحد بيقول: أنا شاب سافرت دولة الكويت، عملت قرشين حلوين. دلوقتي أنا سني داخل على 40 سنة. عملت قرشين حلوين ونزلت اشتريت قطعة أرض بنيتها عمارة 9 أدوار. المهم حجزت اخر دور ليا بالروف، وقسمت نص الروف لمستلزمات العمارة، الخدمات بتاعة العمارة، اوضة الاسانسير، الكلام ده كله. المهم عشان انا وضبت الروف كويس جدا، وعملت شقة فخمة جدا وجميلة جدا، واجرت 3 محلات في العمارة من تحت، وفاضل محل مقفول. قلت خليه اما ارجع ابقى افتحه ليا، انا مش محتاجه يعني دلوقتي ان انا اجره. قلت اسيبه مقفول، ولما انزل السفرية الجاية هوضبه. قعدت الله اعلم هفتحه ليا، ما قعدتش هوديني هوضبه واجره لاي حد، برضه هيجيب قرش بدل ما هو مقفول. بعد ما خلصت توضيب الشقه وكله، قلت لما اشوف لي بقى واحده بنت حلال. امي كل شويه تزن عليا: يا ابني لازم تتجوز، انا مش هعيش لك العمر كله، لازم تشوف لك واحده بنت حلال. واخواتي كذلك. واحده صاحبتها لسه مخلصين البكالوريوس بقالهم 2 سنين، شافت لي واحده صاحبتها رشحتها لي، انا ما كانش في حد في دماغي. المهم قابلتها ورحت اتفقت انا واهلها. حسيت ان اهلها يعني اوفر قوي في الطلبات، بس قلت مش مشكله، لان من ساعه ما شفت البنت بصراحه قلبي اتشدلها واتعلقت بيها، وقد يعني خلاص حبيتها، مش قادره استغنى عنها. عارفين الحب اللي من اول نظره؟ بالظبط كده، انا حبيتها من اول نظره ومش قادر ابعد عنها. المهم وافقت على كل طلباتهم، حتى كمان سعر الشبكة هم اللي محددين، والشبكة تيجي بقد كده، هم اللي محددين المهر يبقى قد كده، كل حاجة هم اللي محددينها. ووافقت وضغطت عن كل اللي هم طلبوه. قلت كل ده عشان انا اتعلقت بالبنت وحبيتها، مفيش مشاكل طالما الحاجة موجودة، مش هنقول لا. المهم حتى طلبوا قايمة، وقلت تمام مفيش مانع من القايمة. جابوا زودوا في القايمة جرامات ذهب اكتر من اللي انا جايبها، وقلت مش مشكلة هتغاضى عنها، ما في الاخر لمراتي. المهم لما لقوني موافق على كل حاجة قبل الفرح كده بشهر، لقيت باباها بيكلمني وبيقول لي: بص انا عايزة اقولك على حاجة، اتفضل يا عمي. قال لي: لا، قبل ما تتجوز الشقة دي تكون مكتوبة باسم بنتي، والمحل المقفول ده تكتبه باسم بنتي، عشان اضمن حق بنتي. الدنيا انا مش عايش لها طول العمر، يعني هيبقى ضمان ليها في الدنيا. فانا بقيت مستغرب قوي، وبصراحة وقفت عند الحتة دي. انا عملت كل حاجة هم طلبوها مني، وكنت شايف ان هم اوفر قوي في الطلبات، بس قلت مش مشكلة طالما ربنا مسهل. حسيت ان هم مش عارف بقى طمعانين فيا، ولا هم شافوني ان انا حبيت البنت ومدلوق عليها قوي، فمش عارف طلباتهم دي عمالة تزيد كل يوم على التاني. بصراحة انا مش قادر ابعد عن البنت ولا قادر استغنى عنها، حبيتها بجنون زي ما بيقولوا، وعارفين الحب اللي من اول نظرة، انا كده بالظبط. المهم مش قادر ابعد عنها ومش عارف اتصرف ازاي. هل انا اسيبها واشوف بنت تانية، ولا اوافق على طلبهم؟ ما كده هتكون مراتي، بس انا مش عارف، مش شايف ان هي في داعي لان انا اكتب لها حاجة دلوقتي باسمها، وان هو حاطط الشرط ده قبل الجواز. لو انا ما وافقتش عليه يبقى كل واحد منا يروح لحاله. فانا مش عارف اتصرف ازاي بعد المصاريف دي كلها، وبعد اللي وافقت عليه وصرفت كل حاجة، وجهزت الشقة من مجاميعه، يعني شقتي جاهزة من مجاميعه. مش عارف بقى اعمل ايه. هما مش جايبين غير شنطة هدومها بس، انا اللي جايب كل حاجة في الشقة، غير ممكن نقول شوية الستاير اللي هي جابتهم، شوية السجاد، اكتر من كده ما جابتش اي حاجة تانية. انا بقى مش عارف اتصرف ازاي، ولا عارف اوافق واكمل الجوازة مع العلم ان انا اتعلقت بيها جدا، ولا ارفض الجواز على كده وكل واحد فينا يروح لحاله واشوف بنت حلال تانية. بس قلبي مشدود للبنت جدا. بص انا هقول لك حاجة: جهز، طالما انت جايب كل حاجة في الشقة وهي جايبه السجاد والستاير بس، من رأيي ان انت ترجع السجاد والستاير، وانت جهز شقتك بقى كلها طالما مقدرتك، وما تكتبش قايمة. يبقى انت كده اللي مجهز كل حاجة وكل حاجة بتاعتك، يبقى القايمة دي تشال، ويبقى انت اللي مجهز الشقة كلها مجاميعه، وتيجي هي بس بشنطة هدومها. دي حاجة.
الذهب بقى والجرامات اللي هم محددينها دي، طالما هم اللي محددين الجرامات والذهب يبقى المفروض ان هم يتكتبوا في القسيمة، عشان ده كمان يعتبر المهر بتاعها، طالما هم اللي بيحددوا الشبكة تبقى جراماتها قد ايه. عشان كده هيبقى اوفر قوي، حرام. ان بمعنى اصح انا شايفة ان الجوازة فيها طمع كتير، ان هم ضاحكين عليك، ان هم بيستغلوك، او ان باباها حس بحبك ليها زيادة عن اللزوم، وان انت عمال تقدم تنازلات. ممكن تكتب لها الشقة، ممكن تكتب لها محل، اللي انت عايزه، بس لما تبقى مراتك، لما تبقى كتبت عليها ودخلت بيتك تكتب لها اللي انت عايزه، طالما انت مش حاسس ان هم طمعانين فيك، او ان انت زي ما انت بتقول ان انت بتحبها وخلاص مش قادر تبعد عنها. انا مش فاهمة ايه حب من اول نظرة ده. المهم صلي صلاة استخارة برضو، واستخير ربنا وشوف ربنا هيدلك على ايه. لقيتهم بقى متمسكين قوي بالشقة والمحل والقايمة، وحتى لو انت رجعت لهم كل حاجة وانت كملت الستاير والفرش، خلاص دي ناس طماعة، دي طمعانة فيك. انت جاي من الكويت يعني معاك فلوس الدنيا والآخرة زي ما بيقولوا، والله هم اللي حسد. هم داخلين طمعانين فيك. انا من رأيي لو هم فضلوا على الوضع اللي هم فيه وصمموا على قبل كتب الكتاب ان انت تكتب لها الشقة والمحل، متهيألي ان هم داخلين على طمع، ان هم كل همهم الفلوس بس. الكلام ده بقى، او قول لهم لو انت بقى خلاص ماشي ورا قلبك وحابب البنت زيادة عن اللزوم، يعني مع اني ما بقالكش فترة ولا شفت اسلوبها ولا طريقتها ان حاجة تشدك ليها، يعني ان انت تحبها الحب الجنوني ده، انت مجرد ان هي صاحبة اختك بس مش اكتر. قول لهم خلاص انا هكتب الكتاب، ويوم كتب الكتاب لما تبقى مراتي انا هكتب لها الشقة او المحل، اي حاجة منهم، وكده كده انت في العشرة والمحبة والمودة هتبقى باينة كل حاجة قدامك، اذا كانت تستاهل الشقة والمحل ولا لا. حكم عقلك قبل ما تحكم قلبك. الحب لوحده مش كفاية، ولا الحب لوحده هو اللي بيديم العشرة، لا، خليك اوزن الامور بالوسط كده، وشوف بعقلك ان اذا هي في طمع في الجوازة ولا لا. لو هم وافقوا على طلبك ان انت رفضت ان انت تكتب لها الشقة او المحل وكملوا الجوازة، اهلا وسهلا. ما رفضوا الموضوع ده وصمموا ان الشقة والمحل يكتبوا اسمها، البنات مالية البلد. البنات ولاد الناس المحترمين كويسين جدا كده، هم يبقوا داخلين على طمع، مش عايزين حاجة، يحمدوا ربنا ان انت مجهز كل حاجة، ان انت وافقت على كل طلباتهم والذهب اللي هم محددينه وكل حاجة. انا متهيألي ان هم داخلين طمعانين فيك بس. وكمان الحب اللي انت متمسك دي وبتقول مش قادر ابعد عنها وانت لسه عارفها، الحب ده بيموت بعد الجواز، او بيستمر بس مش زي بهجة الخطوبة، يعني بالمودة والمحبة بقى والعشرة والسنين اللي بتبين ان في حب ومودة ورحمة ما بينكم. هي ده الحب اللي بيدوم بعد الجواز، مش الحب الهوائي اللي انت فيه دلوقتي. طب انا اكتب لها الشقة عشان انا بحبها، طب هم يستغلوك من ناحية ان هم شايفينك ان انت بتحبها، او ان انت مش قادر تستغنى عنها، فبيستغلوا النقطة دي فيك. لا، من رأيي تأنى بالراحة كده وحكم عقلك، ما تحكمش قلبك. ولازم العقل والقلب يبقوا مع بعض، والتصرفات بتبقى باينة قدامك اذا كان هو طمع ولا عايز مثلا يضمن حق بنته. يضمن حق بنته اما تبقى في بيتك وانت شايفها بنت ناس ومحترمه وتستاهل ان هي يكتب لها حاجه، اكيد هتديها عينيك، مش هتديها بس الشقه بس. حضرتك هو الكتاب باين من عنوانه من غير يعني ما تشوف، انت عايز تغمض عينيك عن كل حاجه، عايز تشوف بس الحب او تمسكك بيها هي بس، مش عايز تشوف الكتاب المفتوح. انت عايز بس تغمض عينيك وتاخد البنت وخلاص، عايز تتجوزها وبس. لا، قبل ما بتختار البنت وحبك وقلبك، بتختار الست اللي بتعيش معاها طول عمرك، اللي ما بتكونش طماعة، اللي بس كل همها الفلوس. صدقني لو كتبت لها الشقة والمحل برضو لما تتجوزها هيبقى عينيها على حاجة تانية، وبكرة هتبقى العمارة كلها وخلاص الحب هيبقى مات، هيبقى فيه مشاكل ما بينكم كتير، وهتلاقي نفسك انت اللي خسرت. بنات الناس كتير، في بنات كتير محترمة وكويسة وبتبقى عايزة راجل يصونها ويعاملها بوصية رسول الله، ويبقى يعني
عايزه راجل مش عايزه المال. يعني في بنات كتير بتبقى محتاجه راجل يبقى حنين عليها، يكون زوج واب واخ وحبيب وكل حاجه، اهم عندها من المال. المال اساس، المال ملزم يعني بان هو بيكون موجود، بس لما بيكون مش موجود بتبقى مختاره الراجل اللي يصونها، اللي يعيشها بما يرضي الله، اللي يخاف عليها. مش اهم حاجه ان هو يكتب لي الشقه او يكتب لي المحل، لا، في طمع، في حته طمع في الموضوع ده. انا من رايي البنات ماليه البلد. شوف واحده تانية بنت حلال، شوف الناس في الكومنتات هتقول لك ايه. لايك وشير للفيديو، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك بتاعكم، وان انتوا تشيروا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. دي قصتنا وحكايتنا النهارده، وسلام عليكم.